السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا كل اخواتي؟ طبعا بقى بما ان موسم الزيتون قلنا بقى ايه ان نخلله معاكم كده ونوريكم الطريقة بتاعته. طريقة سهلة جدا جدا وجميلة، وان شاء الله طريقتها تعجبكم. اتمنى منكم بقى ما تنسونوش في اللايك يا حبايبي، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا معايا هنا كيلو من الليمون، انا كده مصفياه زي ما انتوا عصراه كده على ايدي. إيه مش حطاه في الخلاط، ده على ايدي. طبعا انا معايا هنا الفلفل ده اسمه شتيطه، دي حراقه جدا، اللي هي الشتيطه اللي هي الزيتوني. دي جميله جدا، بتبقى بتحط في قلب الزيتون بحالها كده، بتديله طعم جميل وبتحدقه جدا. تمام. انا معايا هنا كوبايه خل، ومعايا هنا كوبايه زيت، ومعايا هنا القشر بتاع الليمون زي ما انتم شايفين كده، ومعايا هنا 3 كوبايات ملح، ومعايا هنا شطه من الهريسه، دي هريسه الشطه. معايا 4 معالق، طبعا انا هحط حسب اللي انا هحطه. ومعايا هنا ليمون طرنشات زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طبعا انا معايا هنا دوم 5 كيلو زيتون، طبعا انا شايله منهم اللي هي السمره دي. طبعا الزيتونه اللي هي متغيره دي بتستوي بسرعه جدا، فانا شايلها هعملها بطريقه تانية وسهله برضك، مش هتاخد في ايدينا اي وقت. تمام كده. قبل ما نبدا بقى في الفيديو بتاعنا كده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعمونا باللايك. اللايك يا احلى ناس واحلى اخوات في الدنيا كلها. يلا نبدا بقى ونقول بسم الله. طبعا انا هنا معايا اهوت الجزر بتاعي، هاخد بس حبه منهم بسيطه، انا هاجي كده اهوت عشان اوريكم. هاخد منهم كده حبه مش كتير، وهاجي هنا هحط معلقتين كده من هريسه الشطه بتاعي. طبعا الشطه دي حراقه جدا جدا، وهسيب معلقه صغيره كده هنحتاجها دلوقتي. طبعا انا معايا هنا ورقتين لوري، الورقتين اللوري دول مهمين جدا جدا في الزيتون، بجد بيدي طعم رهيب. انا هنزل هنا بشويه الملح. طبعا انا هنا معايا الليمون، ومعايا الليمون هسيبه دلوقتي على جنب. هنزل هنا بالخل، طبعا معايا كوبايه خل يا حبايبي زي ما انتم شايفين. والزيت مش هحطه دلوقتي خالص، ممكن استعمل المعلقه دي واقلب كده الخليط بتاعي كله ببعضه كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هوسع بس على نفسي كده اهو، هقلب بس ده كله كويس جدا. طبعا انا محضره الميه بتاعتي، طبعا الميه مش بالمقدار، انا مش بعملها بالمقدار، انا بعملها حسب ما انا بعوز. يعني انا حاطه هنا الشفشق ده، كوز ده كوبايه ونص، كيلو ونص، فطبعا انا عامله احتياطي جنبي اهو عشان لو انا احتاجت هحط منه ان شاء الله. تمام تمام قوي كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. انا عملت كل حاجه في بعضها اهو. هاجي بقى بايه، بشويه شويه من الزيتون. وهحطه كله هنا وهقلبه فيه، هقلب كل الزيتون ده في الخلطه بتاعتي. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا قلبت الزيتون بتاعي كله اهوت في قلب الخلطه، بس الطبق بتاعي ما كانش مكفي، فانا حطيته في الحله وقلبته كله مع بعضه. تمام كده. هاجي هنا كده طبعا ايه هركنه على جنب. انا عندي بقى الفلفل ده بتاعي. طبعا ما تنسوش اللي انا عامله هنا كيلو الليمون اهوت، ومعايا هنا شرايح من الليمون. تمام كده. هنشيل بس الليمون ده كده. عندي بقى الفلفل بتاعي كده، هنزل هنا في الحته دي بس هشيلها، مش هقرط بقيه القرن. انا عايزه القرنايه من غير حتى ما تشقيها. هو ده الفلفل الزيتوني اللي بيتحدق مع الزيتون يا حبايبي، يعني هو ده بتاع الزيتون اهو. بصوا كده الفلفلايه صغننه جدا جدا، مش محتاجه ان انت حتى تفتحيها. هناخد ده كله كده ونشيل القمع الصغنن، الحته الصغننه اللي فوق دي كلها، مش هياخد في ايدك ثواني جدا. بجد طريقه جميله جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. انا قطعت كل الكميه كده اهي يا حبايبي. طبعا ما عادش فيها حاجه.
زي ما انتم شايفين كده. قطعت كل حاجه اهيت وظبطت الدنيا، ما خدتش في ايدي وقت. شلت كل القرون الصغيرة من فوق كده، قطعت حته منهم من فوق اهوت. وهبدا بقى معاكم اهي، هجيب العلبه بتاعتي. طبعا يا حبايب قلبي العلبه بتاعتي نظيفه جدا ومعقماها بميه سخنه وبخل ومظبطه الدنيا كلها. انا هاجي بس هجيب شويه ايه، هجيب شويه جزر كده اهو، وهجيب معلقه من هريسه الشطه اللي انا عاملاها، وهبدا هحط هنا ورقه واحده بس من ورق اللوري، وهحط شويه من الشطه. طب ليه هتحط الشطه قبل الزيتون؟ لان الشطه بتعوم فوق، يعني بتعوم، الزيتون بيبقى تحت والشطه منها خفيفه بتطلع على فوق على وش البرطمان. تمام اهو. هاجي هنا بقى اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، بقرب لكم المسافه يا حبايبي. بصوا بقى شكله كده وهو متبل كده. هدخله واحده واحده في قلب ايه، البرطمان بتاعي. طبعا انا هحطه في البرطمان وكمان هظبط له الدنيا. بجد حاجه كده جميله جدا جدا. واحلى حاجه بقى لما انت بتعملي تحدقي كل حاجه بايديكي يا ست الكل يا عسل، انت احسن ما بتشتريها من بره. طبعا انت بتبقي عارفه دي معمول ازاي ونضيف ازاي، لانك انت اللي عاملاه في ايدك وفي بيتك. طبعا هخلص بقيه الكميه، احطها في قلب البرطمان وارجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا عبيت نص اهو، عبيت نص الزيتون، فبتك عليه بس كده عشان ايه، بضغط عليه بس ضغطتين كده علشان ايه يبقى مع بعضه مساوي مع بعضه اهو. هحط بقى الليمون بتاعي كده طبعا الليمون ده انا عامله الليمون دوت طرنشات زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهوت. وحطيت كمان شويه فلفل، وهبدا بقى اعبي بايه بقيه الكميه. بجد عايزه اقول لكم والله العظيم ريحه الدقه اللي انا عاملاها والحاجه اللي انا حطاها فيها تحفه جدا. كل ما تيجي تحطي حبه زيتون لازم تضغطي كده. انا هجيب لكم شويه اهو قدامكم عشان ايه تبقى انتوا شايفين المنظر. لازم حبه الزيتون كده اهو تضغطوا فيها كده، يعني ضغطه بسيطه بس كده. طبعا يا حبايبي بقى انتوا عارفين في شهر رمضان المبارك لا غنى عن الزيتون والليمون. انا من نفسي ما بعرفش اكل الا من الزيتون الحلو اللي انا محداه ده، ما بعرفش اكل زيتون بره نهائي. ما شاء الله ما شاء الله، هم ما شاء الله ال5 كيلو هم هيجوا في قلب البرطمان ده باذنك يا رب اهو زي ما انتم شايفين كده. ولا شققت ليمون، كنا زمان بنشققه، كان في ناس بيشققوه وفي ناس غير كده. في ناس كمان يعني كان في ناس بتمسك الليمونه كده وتروح جايه مشققاها تمام. وفي ناس تانية ما بتشققش الزيتون ده خالص، لان الزيتون التفاح ده اصلا من جميل وبيستوي على طول لوحده. الزيتون ده بيستوى يعني مش محتاج اللي هو ايه اللي انت بصي كده اهو ما شاء الله خد ايه ال5 كيلو او 4 كيلو، لان انا شايله منه اللي هو ايه اللي هي السمره اللي هي الملونه، الزيتونه اللي هي الملونه اهوت يا حبايبي زي ما انتم شايفين. طبعا دي بقى البهاريز بتاعته اللي انا كنت عاملاها، هسقيها بقى عليها من فوق كده اهو. اهوت يا حبايبي شايفين المنظر، شفتوا الجمال والحلاوه بتاعه. طبعا انا عندي هنا بقى ايه الليمون اهو، ده الليمون اللي انا قلت لكم عليه، هنزل عليه كده من فوق اهو. نزلت الليمون عليه، حط بقى شويه جزر كده من فوق. واحط بردك شويه ليمون كده في الجنب، وهنزل عليه بقى بالميه اللي هي عايزاها.
طبعا يا حبايبي انا كنت شايله شويه ملح ال5 كيلو، عليهم 3 كوبايات ملح ومش كتير، وعليهم معلقه سكر. طبعا يا حبايبي انا جيت هنا دوبت هما شويه سكر، معلقتين سكر كبار، وحطيت كمان بقيه الملح اللي انا كنت منقصاه من الاول. هقلبه بس تقليبه حلوه كده. طبعا السكر انتوا عارفين ان السكر بيحافظ، دي ماده حافظه، السكر دي ماده حافظه يا حبايبي اهوت. وهبدا بقى اكمل اللي انا بعمله. ما شاء الله ما شاء الله، اهوت زي ما انتم شايفين يا حبايبي. شوفوا كده الجمال والحلاوه اهوت زي ما انتم شايفين كده. هاجي بقى هنا عندي بقى ده قشر الليمون. قشر الليمون ده اللي انا كنت مصفياه من اوله، واخده الميه بتاعته وحطاه. هبدا بقى ارشرشه عليه من فوق كده زي ما انتم شايفين كده، واضغط، يعني اضغط كده ضغطه بالراحه كده. عشان طب انتي بتحطي قشر الليمون على وش الزيتون ليه؟ هقول لكم ليه. علشان الريم الابيض اللي الزيتون بيبقى مطلعه. طبعا انت لما بتيجي تفتحي على الزيتون ده بيتعمل ريم ابيض، فانت لما تحطي ده حفاظا عليه، يحافظ لك على الزيتونه من فوق، يخليك الدنيا زي الفل زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. طبعا انا هجيب بقى حته كيسه كده واروح جايبه مغطياها، واحط بقى شويه الزيت بتوعي. طبعا يا حبايب الزيتون بتاعي هو انا عملت الليمون عليه من فوق. هجيب بقى شويه الزيت بتوعي كده. انا هنا معايا كوبايه زيت. الزيت دي ميه حافظه، ماده حافظه اهو. ولا خد اي وقت ولا اي حاجه خالص بجد، ولا وقت ولا اي حاجه خالص. عندنا بقى كيسه كده من بتاعه التلاجة، او عندك اي حاجه تانية عايزه تحطها براحتك، زياده بس امان. هنحطها كده عليها من فوق، وهنروح جايين مغطيينها. وهو ده الزيتون بتاعنا يا حبايب قلبي، ما خدش في ايدينا اي ثواني في اي وقت خالص زي ما انتم شايفين كده. وهقفل عليها كده زي ما انتم شايفين كده اهو. ايه رايكم بقى؟ طبعا بقى انا ههزه كده، يعني من الوقت التاني كده اهو. بصوا كده الجمال والحلاوه، ما خدش ثواني في ايدك. هركنه هنا كده بقى، وهركن بقى. طبعا فايض معايا قشر ليمون كتير، طبعا هنحتاجه ما نقلقش. انا معايا هنا طبعا يا حبايب قلبي معانا هنا بقى فايض مننا شويه جزر، ومعانا هنا معلقتين من الشطه، ومعانا هنا بقى الزيتون اللي هو الملون ده. هوريكم بقى ازاي هنعمله ونخلله بكل سهوله ونطلع البذره منه. انا عندي حته كيسه كده، هروح جايه حاطه دي كده فيها. دي بقى بتاعت اللحمه انا هوسع عن نفسي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هحاول يعني اوريكم. وهجيب دي بقى، دي بتاعت اللحمه المفرومه، اي حاجه عندك. بصي اهو بالراحه خالص. بصي كده هتشيل دي منها خالص اهي، البذره منها بكل سهوله. طبعا انا هعمل الكميه كلها كده اهي. بصوا كده بكل سهوله اهي. البذره فتحت من جوه، والبذره طلعت. انا عايزه كده. طبعا اخلص الكميه دي بقى كلها وارجع لكم تاني يا حبايبي. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا دقيته زي ما انتم شايفين كده، اديته خبطه بسيطه وفتح معايا بكل سهوله. طلعت منه البتاع بتاعته من جوه، النقايه بتاعته. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هركنه كده على جنب عشان نوسع لنفسنا. طبعا انا معايا علبه زي دي كده، اي علبه عندك موجوده. دي متعقمه، انا حاطه فيها زيت وعاملاها من كل النواحي. الزيت ده ماده تعقيم لها يعني. ودي بردك علبه من بتاع التلاجة، لو انت ما عندكيش الا هي واحده بس، او ما عندكيش اي حاجه، عندك علبه تلاجة بردك اديناها من الزيت كده واركناها على جنب. تمام. انا هجي هنا بقى، هجيب بقى الشطه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. معلقه بس يا شاد بعد اذنك.
انا حطيت شويه الجزر اللي كانوا باقيين مني، وحطيت عليهم معلقتين الهريسه اللي كانوا بردك باقيين مني. هحط بردك عليهم شويه الملح كده اهم زي ما انتم شايفين كده، هقلبهم مع بعض. طبعا هركن دي كده على جنب، وهجيب دي اهيت هجيبها هنا واقطع حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتدي طعم جميل جدا جدا، وبجد الزيتون ده جربوه، اللي هو المتقطع ده تحفه. طبعا الزيتون اللي هو بيبقى المتلون ده اللي هو بيبقى لونه الاسود شويه ده بيستوي بسرعه عن الزيتون الاخضر. يعني ممكن الزيتون ده يقعد معانا بالظبط 3 شهور من هنا لرمضان ان شاء الله، وتاكلوا احلى زيتون. بجد هتاكلي حاجه من ايدك نظيفه جدا وجميله. ومش هتحتاجي لاي ترشي تجيبيه من بره او اي زيتون او ليمون في رمضان، ولا هتحتاري على اي حاجه يعني. طبعا انا بقدم لك ابسط حاجه، وبعمل لك الحاجه البسيطه عشان تقدري تعمليها من غير اي مشاكل يا حبيبتي. انا هقطع كل ده اهوت. طبعا انا مش هقطع كتير لان الفلفل الزيتون ده انا مش عايزاه يبقى حادق قوي، لان ده هيسوى بسرعه. لان اولادي بصراحه بيحبوه جدا، ما بيحبوش بيبقى حراق. فما شاء الله يعني احنا عاملين كميه حادق مش عايزه اقول لكم. زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقه كده اهو كده كفايه. هاجي بقى هنا اجيب العلبه كده، هنزل بشويه هنا منها، واروح جايه بقى الزيتون بقى اللي انا مقطعاه ده، واروح جايه ايه حاطه بس ايه بقى. وانا بحطه كده اضغط قوي 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 عليه. طبعا بقى احط بقى ايه شويه من الفلفل كده زي ما انتم شايفين، وبردك شويه كده من الهريسه اللي انا حطاه، وهتك كده بقى زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي كده. وكمان هنزل عليهم بشرايح الليمون اهوت. وهتتكي بقى، انا عايزاكي تتكي عشان عايزه كله كده اهو. عايزاكي بقى تتكي كده زي ما انا وريتك كده يا حبيبتي، وتروحي بقى جايه رشه دول برضك عليهم من فوق كده اهو. عندنا بقى قشر الليمون اللي انا قلت لكم عليه، بردك هرصرصه عليه زي ما انا قلت لكم كده يا حبايبي، واتك عليهم قوي. طبعا ده بيستوى بسرعه جدا، انا بسيبه يومين بس بره، وبعد كده بروح جايه حطاه حافظاه في التلاجة. بردك عايزاكي كل ما بتحطي حاجه تتك عليها كده قوي اهو. وبعد كده بقى تنزلي بقى بشويه الليمون بتاعتك عليهم كده في النص اهو. وهنزل بقى بشويه الزيت. طبعا هو بيحتاج زيت كتير. طبعا يا حبايبي هجيب بقى شويه الميه بتاعتها بالملح واوريكم الشكل النهائي بتاعها. طبعا يا حبايبي بقى خلاص اهوت زي ما انتم شايفين كده، وحطيت كل حاجه عليه، وحطيت الزيت وحطيت كل حاجه عليه. هحط دي بقى وهضغط. طبعا هينزل مني شويه مفيش اي مشكله، هينزل مني اي حاجه مفيش اي مشكله خالص. المهم الزيتون بتاعي هيبقى كويس معايا. طبعا هو بالزحلق علشان خاطر الكيسه اللي انا حطاها، بس الكيسه دي لازم عشان ايه يبقى حفاظ لها يعني. تمام انا حبايبي زي ما انتم شايفين كده خلاص اهيت. انا جبت كيسه خلصت كل الكميه اللي معايا زي ما انا قلت لكم اهي. طبعا الكيسه دي انا حطاها عشان ما فيش اي هواء يخش لها ويبوظ الزيتون بتاعنا اهوت. هجيب بس حاجه، طبعا كل حاجه فيها نضيفه اهي. هجيب بس حاجه امسح طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. حدقت الزيتون بطريقه سهله جدا، ما خدش فينا اي وقت خالص. عملت كمان الزيتون كان في منها اللي هو المستوي ده، طبعا اللي هو قصدي الغامق